السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده يا رب. النهارده بقى انا جايه اقدم معاكم وصفة جميلة قوي ومحببة للكبار والصغيرين، وطريقتها سهلة جدا، وهي طريقة عمل الكريب. ممكن بقى تبقى تعمليها تحشيها حسب الحشوة بتاعتها، ممكن يبقى حلو وممكن يبقى حادق. احنا هنعمل النهارده بس طريقة عمل الكريب عشان ما اطولش معاكم الفيديو، وان شاء الله الحشوة هعملها معاكم الفيديو الجاي، وهيبقى كريب كريسبي وجميل قوي. وهتقولي كريسبي ازاي؟ هقول لكم دي وصفة جديدة وهقول لكم عليها ان شاء الله. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الطريقة ونصلي على الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي أنا جبت كوبايتين لبن وحطيت عليهم كوبايتين دقيق، بس ما بتحطيش الدقيق مرة واحدة. أنا حطيت كوبايتين إلا ربع دقيق. في ممكن لو طول ما العجينة بتبدأ يعني شغالة معاكي اللي هي بتقبل دقيق، بتقبل يعني دقيق، لازم إيه تحطي. هوريكم طبعا القوام بتاعها دلوقتي بعد ما بخلصها. طبعا بتكون اخف من عجينه الكيك. وقبل ما انسى علشان الحته دي ما تصورتش معايا، بتحطي على الدقيق بتاعك نص معلقه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه سكر، معلقتين زيت، والزيت ده اختياري. تمام. ايد بتحط الدقيق، وايد بتقلب زي ما كنت شايفاني كده لغايه ما تطلع العجينه بتاعتي جوسي وجميله كده. وبتبقى طبعا اخف بكتير من عجينه الكيك، وما بتبقاش خفيفة أوي، بتبقى وسط زي ما انتوا شايفينها كده، أو أقل من الوسط كمان، بتبقى خفيفة، تميل إن هي تكون خفيفة أكتر. بعد كده بجيب بقى المصفى بتاعتي وبصفيها بالشكل ده عشان أي كلاكيع في الدقيق ما تأثرش على العجينة بتاعتي. بعد كده بقى انا هجيب حاجه اغطيها بيها واسيبها حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، ونبدا الوصفه بتاعتنا. عقبال ما هي تكون ارتاحت كده الربع ساعه بتاعتنا، نكون احنا ايه جبنا بقى، عملنا الحشوه بتاعتنا ودهنا الطاسه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما بتحطيش زيت كتير، بتدهنيها بالزيت بس كده بالفرشه زي ما انتم شايفاني. وبتحطيها على عين اقل من الوسط، يعني يعني اللي هي بتبقى ما بتبقاش واطي، ما توطيش قوي ولا تعلي قوي، بتكون اقل من الوسط. وتحطي العجينه بالشكل ده كده، وبتبداي تفرديها في الطاسه بالشكل ده برضو، بحيث تبقى واخده الدايره بتاعت الطاسه كده، ما تسيبيش فيها فراغات. حلو الكلام. ما بتاخدش منك وقت خالص، هما دقيقتين وبتقلبيها على الناحيه التانية، وهي بتبقى ظاهره معاكي اهوت من الجناب، هتلاقيها لونها اتغير شويه اهي. بعد كده بتقلبيها بالراحه خالص على الناحيه التانية، عشان طبعا بتبقى لسه سخنه، عشان ما تعجنش معاكي. وبصي زي الفل، زي الطاسه ما فيهاش اي عجينه ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه تتابعي الوصفه بتاعتي، وهتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. بعد كده بتبداي تضغطي على العجينه كده، لان طبعا انت حاطه بيكنج باودر، فعشان ما تنفخش معاكي فلازم تضغطي عليها بالشكل ده، فتقوم ما تعلاش. حلو الكلام كده، شايفين؟ ودقيقتين برضو على الناحيه التانية، يبقى دقيقتين الناحيه دي ودقيقتين الناحيه دي، بس كده خلاص. وببدأ اطلعها طبعا، وانتي بتحطيها انا هعمل معاكم كذا واحده كده واكمل الباقي مع نفسي. بصي هي ما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت ما تحطيش الواحده فوق الواحده وهي سخنه، علشان طبعا ما تعجنش معاكي. لازم يا اما تستني لغايه ما تبرد وتحطي التانية، او تحطي بينهم مثلا فوطه او فاصل يعني، او مثلا ورق زبده، بحيث ما تعجنش معاكي. تمام. انا بس طبعا عقبال ما بكون عملت ديت بتكون الاولانيه بردت، وخصوصا ان احنا في الشتاء كمان. بتحطي برضو ادي واحده كمان اهيت. طبعا اللمعه اللي فيها دي يا جماعه مش زيت، في ناس ما بيحطوش زيت خالص، انا بحب احط كده على العجينه بتاعتي معلقتين زيت عشان تديني اللمعه الجميله دي. وطبعا زي ما قلت لكم العين اوعي تعليها، لان هو العجينه دي ما بتاخدش وقت خالص في العمايل، وما بتستحملش نار، ما بتستحملش يعني النار العاليه. حلو الكلام. بعد كده هي دقيقتين برضو قلبتها على الناحية التانية، ولازم زي ما بقولك كده تضغطي عليها عشان ما تتنفخش معاكي، وتبقى بالشكل الجميل ده. دقيقتين الناحية دي ودقيقتين الناحية دي اهي. تبصي طالع رايق خالص خالص. اهم حاجة تبقي واقفة جنبه، اوعي تسيبيه وتمشي، لان لو هو ما بياخدش حاجة خالص في الوقت بتاعته، او ما بيستغرقش وقت طويل يعني. هما دقيقتين كده ودقيقتين كده وخلاص. شايفين العين مش عالية ازاي؟ طبعا انا عملت اهمت. طبعا الكميه دي عملت معايا كميه حلوه قوي. شويه يعني كوبايتين دقيق كوبايتين الا ربع دقيق وكوبايتين لبن. بصوا عملوا معايا كميه قد ايه؟ 8 وحدات، 8 قطع من الكريب. شايفين؟ طبعا انا الحشوه دي هعملها معاكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي.
باذن الله. تابعوني كده، حلو قوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا انت ممكن بقى انا طبعا عملت الفيديو كله مره واحده، بس انا قسمته علشان ما يبقاش طويل قوي، لان لقيته طويل، فانا قلت خلاص هعمل معاكم الكريب المره دي، والمره الجايه هعمله معاكم، وهيبقى ان شاء الله الحشوه بالشكل ده، وهتبقى كريسبي وجميل. ويا رب تعجبكم الوصفه دي كده. وهتقولي لي كريسبي ازاي، هقول لكم ازاي ان شاء الله المره الجايه. انتظروني. يا رب تكون الوصفه دي عجبتكم. وممكن تشيليه بقى في الفريزر كده عادي خالص، تحطيه في كيس كده في الفريزر او في الديب فريزر عندك، والمره اللي بعدها بتطلعيه وتعمليه زي ما انت عايزه حشوه زي حلو او حادق، دي حاجه ترجع لك انت. يا رب تكون عجبتكم الوصفه بتاعتي، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واترككم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.